اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكل الناس اللي بأول مرة تدخل قناتي، تنورني وتشرفني. ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. نشوف الفيديو النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهارده بقى كنت نازله السوق على اساس ان انا هشتري كرومبايه يا جماعه، بس لقيت اسعاره غاليه قوي. بتبدا من 25 و30 و35 طالعين كده. بس طبعا انا كرومبه واحده طبعا مش هتكفيني، انا اقل حاجه بجيبها كرومبتين يعني عشان اخليها بتكفيني يومين يعني. طبعا احنا 7 افراد يعني الكرومبه ما تعملش معايا حاجه. ودلوقتي ايه بقى، غيرت رايي قلت ايه هجيب خلاص اجيب بتنجان وكوسه وفلفل وكده. برضو لقيت البتنجان وما لقيتش الكوسه والفلفل. لقيتهم مش نضاف، مش كويسين يعني. فقلت خلاص انا هعمل ايه، صينيه رز معمر، وهعمل ايه جنبيها طبق ملوخيه وشويه شوربه وكده يعني. فجبت بقى ايه في السوق، وانا بالمره يعني في السوق جبت ربطة ملوخية. الكيلو كان عامل 15، فجبت الربطة دي كانت عاملة معايا 10 جنيه. وجبت ربطتين خضرة، وجبت كيلو لبن نصين، وجبت هنا السكر، وجبت باكو شاي. السكر كان عامل 32 جنيه. تمام. وجبت باكو الشاي ده ب10 جنيه. وجبت 2 كيلو رز. الرز كان عامل 24، جبت الاتنين ب48 جنيه. تمام. وجبت كيس شعرية. وجبت كيس الشعرية ده كان عامل 12 جنيه. تمام. في ساعات بيبقى عاملين عليهم عرض يعني، بس انا ملحقتش العرض يعني، فجبته ب12 جنيه. وجبت برضو بتنجان الرومي يا جماعة، جميل قوي دلوقتي، اسعاره حلوة. سعره كان عامل 8 جنيه. جبت كيلو او كيلو الا ربع يعني، هم دول عاملين معايا 7 جنيه. كيلو هما بتنجانتين. وطبعا عشان كنت ناوي اعمل بتنجان، فجبت البتنجان ده الكيلو كان عامل 10 جنيه. جبته، انا بحب الحجم ده يعني، بوريكم الحجم دلوقتي. فجبت الكيلو ب10 جنيه. الكيلو اللي هو البتنجان اللي هو الصغير بقى خالص ده، الكيلو كان عامل 12 جنيه. تمام. فجبت ده الكيلو على 10 جنيه، جبت 2 كيلو ونص. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جبت كمان ساعتها جبت وراك. هي طبعا قلت لكم هننضفها مع بعض ونشوفها واحنا بننضفها. تمام. واحنا بنغسلها وننقعها بقى في المحلول الملح. وكمان ايه، اللهم صل عليه الصلاة والسلام، قلنا ايه هنسهر كده بالليل كده، اجيب حاجة نتسلى فيها. فجبت لب ده كان عامل، جبت ب10 جنيه يعني لب، اللي هو اللب السوري ده. وجبت كمان ربع كيلو ذرة فشار كان عامل 44، جبت ربع ب11 جنيه. فهجيب لكم ايه لب، ونعمل لب وفشار كده. ولو كده نعمل ايه كوباية عصير جوافة من اللي من اللي انا مفرزاه يعني. كنت مفرزة جوافة لرمضان، فقلت هنطلع لهم كيس كده وايه، ونعمل كوباية عصير جنب اللب والفشار. ايه نقضي سهرة النهاردة يعني كده. يلا بينا بقى نجهز حاجة الرز المعمر، وده احلى رز معمر هتاكليه في حياتك يعني. دي على طريقتي يعني، وطريقة الفلاحين بتوع زمان، الناس الأصول بتوع زمان. دلوقتي انا جبت كيلو اللبن. لبن طبعا واحدة ست بتجيبه من هنا، ببقى واثقة فيها يعني، هي بتيجي من الأرياف بتقعد جنبينا هنا، بتجيبه بخير والله جميل قوي. جبت كيلو نصين. دلوقتي هنغليها. هي بتجيبه متلج عشان هي بتيجي من الأرياف يعني، عشان ما يبص منها يعني. والقشطة برضو بتبقى متلجة عشان بتجيبهم وتتلجهم، وعشان ايه يجوا هنا يبقوا نضاف يعني، ما تبقاش فيهم حاجة. بس هنسخن اللبن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولو وصلت معانا لحد هنا في الفيديو، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتي الجديدة. ويا جماعة كومنتاتكم بقى ولايكاتكم تعالوا بقى نشوف دلوقتي هننضف الوراك. طبعا انا جايبة 3 وراك، وجايبة الدبوسة بتاعتهم كده. تمام. احنا 7، احنا 6، احنا 6.
بقطع بقى الورك عشان ايه، انا بخليها حتت يعني، بقطع الورك على 2. تمام، من عند بعد الدبوسة بشوية كده، وبقطع الورك. تمام، ننضفها كويس طبعا، وتكوني برضو الناس الراجل بتاع الفراخ اللي انت بتتعاملي معاه يكون كويس، بينضفها لك كويس، مبيبقاش فيها ميه ومبيبقاش فيها اي حاجه، بتبقى جميله ونضيفه وكل حاجه. دلوقتي بقى انا هقطعها بصوا من بعد الدبوسه كده بشويه، وايه بقطعها لحد ما اوصل للعضمايه، واجي كسر العضمايه. بس كده وخلاص، يعني الفراخ ما بتاخدش معاك وقت. اهم حاجه بننقعها في ايه، في ميه وملح، ولو في ليمونه بنعصرها عليها، معلقه خل، تمام، معلقه دقيق، وده المحلول بتاعنا اللي احنا بننقع فيه الفراخ. ننقعها شويه، وبعد كده بنحط لها بقى بصلايه وفلفل، وهتشوفوا التتبيله بتاعتها: بصلايه، فلفل اسود، كمون، بصي التوابل اللي عندك بقى حطيها، بس ما تكتريش في التوابل يعني عشان بتضيع طعم الايه، الحاجه. نرجع بقى للست بتاعت الارياف دي والله بتجيب الحاجه بتاعتها نظيفه جدا يا جماعه والله. نسيت طبعا اقول لكم ان القشطه النص كيلو كان عامل 55 جنيه. هو رول كده عامله زي الرول، النص ب55 جنيه. جميله يا جماعه وطعمها تحفه الصراحه، وخيرها جميله قوي. كده حطينا اهو، نقعنا الفراخ، نحط لها ملح وفلفل ملح وخل ومعلقه دقيق. انا بقى نشوفها بعد كده. دلوقتي بقى هنحضر ايه، صينيه الرز المعمر. دلوقتي انا هغسل الرز. هو الرز ما شاء الله نضيفه زي الفل، بس انا هديله غسله كده اهو بقى زي الفل معانا. وهنحطه في الصينيه كده. والله يا جماعه الرز المعمر ده سهل جدا، وبيبقى اطعم حاجه في الدنيا، اطعم حاجه في الدنيا. طعمه جميل، وحاجه بخيرها كده، وطعمها تحفه والله الصراحه. احلى من اي اكل. انا بحبه عن نفسي، بحبه عن المحشي والحاجات دي. انا بحب الرز المعمر جدا. تمام، ادي كده غسلنا الرز. نحط دلوقتي بقى معلقتين ملح، او معلقه ملح، على حسب الملح انت بتحبيه، مالح او عادب، يعني على حسب الملح اللي انت بتحبيه. في ناس بتحب الرز بتاعها يعني ما يبقاش حادق قوي، ما يبقاش عادب قوي، كده وسط يعني، وسطاني، حاولي توسطني. خلي بالك ان برضو القشطه بيبقى فيها سيكه ملح صغيره. تمام، دلوقتي هنقلب الملح كويس جدا عشان ما يبقاش فيه حته حادق او حته عادب. وادي الزبده بتاعتي، انا بستعمل الزبده الصفراء نيوزيلندي، والله بتبقى طعمها تحفة فيه يا جماعة والله. والله بيبقى طعمها تحفة، بمعنى تحفة، بيبقى طعمها تحفة والله. مع القشطة طبعا. والله ما شاء الله، كان طالع صينية رز معمر تحفة، بسم الله ما شاء الله عليها والله العظيم. لو اقول لكم، كان نفسي اصورها لكم واحنا بناكلها كده، ما تبقاش منها فرفوتة. والله جميلة بسم الله ما شاء الله يعني. دلوقتي هنحط اللبن عادي. اللبن طبعا مغلي، فكل ايه هيسوي الرز. طبعا اول ما بدأت في الرز المعمر كنت ولعت من الفرن على اعلى درجة، على اعلى درجة، ولعي الفرن على اعلى درجة، بحيث ان الرز يدخل على فرن حامي، يبقى ايه هيغلي معاكي على طول. اللبن سخن فهيغلي معاكي على طول. بسم الله ما شاء الله، بصوا القشطة عاملة على الوش ازاي، والزبدة حاجة كده تتاكل وهي نية. والله بس كان طعمها تحفة الصراحة. دلوقتي بقى نتبل الفراخ بتاعتنا: بصلاية صغيرة متقطعة رفيع، معلقة فلفل، معلقة كمون، ومعلقة ملح. طبعا خلوا بالكم ان احنا الشوربة هنحط عليها ملح كمان، فما تكتروش الملح هنا، بس يا دوبك كده ايه، ملح ايه، معلقة واحدة بس. وهندعك ده كله في بعضه كده، الملح مع البصل والفلفل والكمون. تمام، ندعكهم كويس كده، ونتبل بقى، نمسك الفراخ حتة حتة كده، وندعك بيها الفراخ. بصوا ندعك بيها الفراخ، هتدوقوا احلى فراخ بقى كمان، هتدوقوا احلى فراخ بجد. تمام، هندعك بيها الفراخ كده واحده واحده، ونحطها على جنب، ندعك واحده واحده ونحطها على جنب. تمام كده، ومش هتاخد معاكي وقت والله في السوا ولا اي حاجه. والناس تقول لك لا ما تتبلوش الفراخ قبل ما تستوي. تمام، احنا كده خلصنا الفراخ. بنضف الصحاريه كده بسرعه، البصل اللي وقع او الحاجه اللي وقعت واحنا بنعمل، على ما الميه تغلي. ادي بدأت الميه تغلي، ونسقط فيها الفراخ زي ما هي كده، زي ما هي كده. الفراخ متبله يا جماعه، بس انا كنت هحط توابل، افتكرت ان الفراخ ايه، انا متبلاها، فلفل محطوط، كمون محطوط، بصل، كل حاجه عليها. يا دوبك هسقط الفراخ، وبعد ما اسقطها هحط عليها ورقتين لورا وحبهان، لان ما بحطهمش مع الفراخ وهي بتتبل. تمام، بس ومعلقه ملح. كده خلاص، كده الفراخ استوت معايا. تمام، اهي بدأت تغلي. بصي خلصت اقطعها، هحط معلقه ملح، واحط ايه، ورقتين لورا بس. مش هحط على الفراخ اكتر من كده، البصل طبعا بتاعها كل حاجه.
هنجهز الملوخية. طبعا انا بحب، بس الايد الهون حديد يا جماعة، بس بوريكم ايد الهون. ايد الهون دي بتاعت امي الله يرحمها يعني. كده هنخرط بقى الملوخية مع بعض. دقينا التوم قشرناه كام فص توم. انا مكنتش جايبة ملوخية كتيرة يعني، هو يدوبك يعني يعتبر كيلو الا ربع، يعني بالعروق بتاعته وكده كان كيلو الا ربع، فممكن يطلع على نص كيلو ملوخية يعني. فخلصتها اهو بسرعة، خرطتها. بحب اخرطها كده. في ناس بقى بتقعد تعملها في الكبة، عملتها مرة الصراحة ما عجبتنيش خالص، ما لهاش طعم كده. خلصت الفراخ طلعتها. طبعا انا بعمل لها صلصة كده، وهي عبارة عن صلصة طماطم، بحط عليها معلقة سكر، معلقة خل، معلقة شطة عشان احنا بنحبها سبايسي، ومعلقة زيت، وباجي دهنة بيها ايه الفراخ من على الوش كده، وبحطها في الفرن. والله يا جماعة بتطلع احلى من المشوية، بتطلع احلى من المشوية. هتشوفوها في الاخر والله حاجة كده تحفة. دلوقتي هنعمل الملوخية، التقلية بتاع الملوخية. نستنى الزيت يقدح يسخن، وبحط التومة وبقلبها شوية شوية لحد ما تاخد اللون الذهبي يا جماعة. يعني ايه، ما تخلوهاش تتحرق او تحمر او. وبحط طبعا الكزبرة الناشفة دي حبيبة الملوخية. الكزبرة الناشفة دي حبيبة الملوخية، بتعمل ريحة كده لوحدها سبحان الله يعني. تمام. بس هنقلبها لحد ما يا دوبك تصفر، وبعدين بحط عليها الشوربة. على الطشة دي بحط الشوربة، بستنى اما الشوربة تغلي. بحط الشوربة بستنى اما الشوربة تغلي، واجي حاطة فيها الملوخية. في ناس بتعملها العكس، بتحط الشوربة الاول على الملوخية وبعدين الطشة بتحط عليها، بس انا بحس انها برضو طعمها مبيبقاش مميز زي كده يعني. نجربها كده ونجربها كده، نشوف انهي اطعم. المرة دي انا عملتها يعني والدتي الله يرحمها كانت بتعملها كده، كنت باكل من ايدها احلى ملوخية الصراحة الله يرحمها يعني. الله يرحمها ويرحم امهات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. وربنا يدي الصحة للأمهات اللي عايشين يا جماعة والله. خلي بالكم من أمهاتكم يعني. الأم ما بتعوضش مهما كان، اللي هيديكي مكانها مفيش حد هيجي مكانها أبدا، ولا الأم ولا الأب. ربنا يرحم أمي وأبويا يا رب، ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جنته يا رب العالمين. بصوا بقى، أطعم برام صينية رز أو برام رز كلتيه في حياتك. متنسيش تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس ولايك بقى وكومنتاتك يا حبيبتي، وهي حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.